في جزيرة الروضة وتحديدا في حي المنيل العريق، النيل مش بس بيمري، ده بيحكي قصص. وجوه قصر المنستير التاريخي في مكان اتفتح مخصوص عشان يضم حكاية مصر في صوت. أن جعلها عاصرة لقاء نعيش فيه مع رائد نهضتنا الموسيقية وأحب صوت وأخلد صوت في ضمير الأمة العربية. على باب نسر تدق الأكف. على مساحة 250 متر هتحس انك دخلت آلة زمن. المكان متقسم بذكاء ل8 قاعات، كل قاعة فيهم بتفتح لك باب على فصل من فصول حياتها. هنا هتلاقي صور نادرة بتجمعها بملوك ورؤساء وفنانين من كل العالم، صور بتقول ان الهبة ما بتتخلقش، الهبة بتكتسب. وانت ماشي عينك هتيجي على اغلى مقتنياتها، النضارة السوداء المشهورة اللي كانت بتخبي وراها خجل ام كلثوم وقوة شخصيتها، والبروش الهلال اللي كان بيكمل طلتها على المسرح. بس السحر الحقيقي بيبدأ لما تدخل قسم الفساتين، واقفة بشموخ ومعاها لايحة بتقولك كل فستان منهم شهد على انهي ليلة حب. المتحف مش بس فرجة، ده تجربة. تقدر تقعد في قاعة السينما وتشوف فيلم تسجيلي يرجعك لزمن الفن الجميل، أو تدخل قاعة البانوراما وتشوف رحلة العمر من بدايتها في طمايا الزهيرة لحد ما بقت ملكة على عرش الشرق. ولو حبيت تتعمق أكتر، المكتبة هناك فيها أرشيف كامل لكل أغانيها وحفلاتها. وقبل ما تخرج هتقف قدام أوسمة وتكريمات وجوائز من مصر وسوريا والمغرب ولبنان، هدايا من زعماء زي جمال عبد الناصر بيأكدوا إن سومة ما كانتش مجرد مطربة، دي كانت سفيرة فوق العادة. متحف أم كلثوم في شارع الملك الصالح مش بس مكان للسياحة، ده مكان عشان تفتكر فيه إننا شعب بيعشق الجمال.